ازيكم عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير. انا طالعه لكم باليانسون بتاعي بما اني تعبانه، بس كل هون عشان اقول لكم معلومه جديده او تفاصيل جديده. السنه خلاص بتخلص، فقلت اطلع معاكم كده فيديو لايت شويه، ونعمل حاجه ما عملناهاش بقالنا فتره كبيره جدا او ما قدمتهاش على القناه بقالي فتره. فيلا بينا كده نبدا الفيديو الجديد، وما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكمان كومنت. يلا بينا. انا عياده ومش قادره وبحاول ازق الفيديو بالعافيه، وانت جاي لي بعربيتك الكارو دلوقتي. بنتسأل كتير جدا عن ازاي نطور من نفسنا، ازاي نشتغل على نفسنا عشان نوصل لحال افضل في شخصيتنا وطباعنا. النهارده انا جاي اكلمكم في الموضوع ده، بما اني الفتره دي انا مهتمه اكتر بقرايه الكتب بتاعه تطوير الذات وخاصه المترجمه. بما اني جبت كتابين من كام يوم، فقررت ان انا اكلمكم عن كتاب عنهم انا قريته. فيلا بينا نتناقش في الكتاب ده اول كتاب جبته ولفتني اسمه جدا، والديزاين بتاعه كاتب لك عليه: كن مع الشخص الذي يجعلك سعيدا. وهتيجي كده على كلمه مع هتلاقيه شاطبها لك، وده بالظبط فكره الكتاب. لو جينا بصينا على الكتاب من جوه هنلاقيه مقسم كل فصل عن طريق البازل، جاي على كلمه مع مخلي البازل منفرده. هتلاقي بقى جوه كل بازل اقلام، الاقلام دي مجموعه من الاشخاص كل واحد فيهم بيحكي لك تجربته الشخصيه، او جايب لك خلاصه تجربته الشخصيه في انه ازاي بقى شخص سعيد. لو انت شخص متعود على القرايه او متعود انك تقرا مواضيع مشابهه لموضوع الكتاب ده، هتحس ان الكتاب ده مش بيفيدك بمعلومات كافيه، او مش بيوصل لك اللي انت محتاجه او محتاج تضيفه لنفسك. من وجهه نظري الكتاب خفيف وبسيط لاي شخص مبتدئ او اي شخص لسه بيشتغل على نفسه. الكتاب زي ما احنا شايفين صغير جدا، ما كملش ال 200 صفحه، فاي حد مبتدئ او اي حد حابب ان هو يقرا مش هيحس ان الكتاب ضغط عليه في عدد صفحاته. من الافكار اللي بيتكلم عنها الكتاب عشان تبقى شخص سعيد او تساعدك انك تبقى شخص سعيد: اول حاجه ما تمسكش الموبايل الصبح اول ما تصحى. طبعا انا مع الراي ده جدا، هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم ليه. خلينا عارفين ان احنا كلنا اول ما بنصحى في يومنا الطبيعي ونمسك الموبايل بيتنقل لينا كل طاقه سلبيه بنشوفها او اي نوع من انواع الطاقه، فبالتالي عبال ما بتسيب الموبايل وتقوم انت عشان تبدا يومك بتبقى قايم بطاقه غير طاقتك الاساسيه، لانك طبعا شفت مسج ما عجبتكش، شفت بوست ما عجبكش، شفت اي حاجه ضايقتك او اي كان، فده هيخليك تقوم بطاقه غير الطاقه الاساسيه بتاعتك. تاني حاجه بيتكلم عنها الكتاب ان قد ايه مهم انك تعرض نفسك للشمس، ما تبقاش دايما كائن ليلي ما بيتعرضش للشمس. الشمس فيها طاقه بتفيدك وبتساعدك على انك تجدد حيويتك من تاني. تالت حاجه لفتتني في الكتاب ده هو فكره انك ما تقارنش نفسك بحد، وده انا باكد عليه دايما. ما تقارنش نفسك بحد، لانك هتبقى بتاذي نفسك ودايما حاسس نفسك قليل، فطبيعي عمرك ما هتوصل للسعاده. رابع حاجه لفتتني وهي انك ما تعلقش سعادتك بحاجه في حياتك. يعني ما تقولش انا لما هجيب الموبايل كذا انا هبقى سعيد، انا لما هوصل للهدف المعين ده انا هبقى سعيد. الاهم والاهم ما تعلقش فرحتك على وجود شخص في حياتك. اخر فكره واللي تعتبر تجربه شخصيه بالنسبه لي هو انك دايما تشتغل على تفريغ الطاقه بتاعتك عن طريق الكتابه. دايما شارك مشاعرك بالورقه والقلم عشان تطلع اي طاقه سلبيه جواك وتوصل للسعاده اللي انت محتاجها. واخر حاجه في اخر فصل او في اخر بازل منفرد، الكاتب عايز يوصل لك انك دايما انت الشخص اللي لازم يكون مسؤول عن سعادته وعن كل حاجه في حياته. ما تخليش اي حاجه سواء كانت ماديه او معنويه او اي كان الحاجه تبقى هي المؤثره على طاقه السعاده اللي عندك. تقع وتقوم بناء على حاجات خاصه بيك انت. خليك دايما متحكم في كل تفاصيلك ومشاعرك بكل الطرق والاساليب. كده انا حاولت اوصل لكم الجزء الايجابي من الكتاب. لو جينا بقى نتكلم عن الجزء السلبي او رايي الشخصي في الكتاب ده، اول حاجه هنتكلم عنها في الكتاب ده وهي اسلوب الترجمه. اسلوب الترجمه مشابه جدا للكتاب الاصلي، بس ده يوصلني ان انا ابقى واقفه عند نقاط معينه في الكاتب الاصلي، ان الكتاب سطحي جدا وفي شيء من الملل رهيب جدا نتيجه ان هو بيكرر الكلام، فده بيخليني انا مش قادره ادخل في عمق الموضوع او مش قادره الاقي حلول كافيه ترضيني انا كقارئ. وبما ان الكتاب فيه شيء من السطحيه، فلو انت قارئ متعود انك بتقرا نوعيات مشابهه لنوعيه الكتاب ده، فانت مش هتحس بالرضا الكافي عن الكتاب، لان مش هيوصلك المعلومات الكافيه اللي انت محتاجها او عاوز تعرفها، او هتزود لك حتى عن المعلومات اللي انت تعرفها. جزئيه بقى احساس بالملل، فدي حاجه تضايق جدا لو انت اصلا متعود على القرايه، فتيجي تقرا كتاب تلاقيه بيعيد لك ويزيد لك في نفس الكلام، فبتحس اللي هو طب انا جايبك عشان تقعد تعيد لي وتزيد لي في نفس المواضيع اللي فيها شيء من السطحيه، انا عايز اوصل لحاجه مختلفه تفرق معايا. ده غير بقى ان الكتاب مش مترابط مع بعضه في افكاره واحداثه، هتحسوا كده ان في شيء من التوتر والقلق لانك بتطلع من حاجه على حاجه بشكل واسلوب مختلف، فهتيجي عند اجزاء معينه هتحس انك مش فاهم هو عاوز يوصل لك ايه او يقول لك ايه، او هتحس انك طب وبعدين انت قلت الجزئيه الاولانيه بسطحيه، طب ايه اللي جاي بقى؟ واخر حاجه اللي تعتبر ايجابيه وسلبيه في نفس الوقت هو فكره ان الكتاب هتحس بالطاقه الايجابيه طول ما انت بتقراه، طول ما انت فاتحه. اول ما بتقفل الكتاب بترجع كما كنت، لانه ما ادلكش التفاصيل الكافيه اللي تخليك عارف ازاي
تتحكم في نفسك. بس في النهايه الكتاب مفيد جدا، او هينفع ويبسط اي حد مبتدئ في القرايه. لو انت شخص متعود على القرايه وبتقرا في مجالات متنوعه وباقلام مختلفه، الكتاب مش هيكون شيء حلو ليك. واشوفكم على خير.